تعرفوا تقولوا جلجلت الجيلي فتجلجل وجلجلني 3 مرات ورا بعض؟ دي احلى كبات لحلويات بارده ممكن تعملوها الفتره دي. طعمها لذيذ وغني وهترطب في الحر. بتتكون من 3 طبقات احلى من بعض: قطع سبونج كيك بجوز الهند مسقيه بجيل البطيخ، وطبقه من الكاسترد الغني بالقشطه طعمه لذيذ جدا، ومن فوق طبقه من جيل البطيخ اللذيذ اللي هيدي طعم جميل جدا. بجد ميكس طعمه تحفه، لازم تجربوه. في البدايه وقبل اي حاجه لازم نجهز الصينيه اللي هنعمل فيها السبونج او الكيك. دهنتها بالزبده كويس جدا من كل الجهات، ونزلت كمان بورقه زبده كده ودهنت ورقه الزبده كمان. مهم كمان ان احنا نكون مشغلين الفرن مسبقا على درجه حراره 180 قبل ما نعمل خليط الكيك. لازم نجهز كل الخطوات دي الاول. انا هنا استعملت مسحوق الكيك الجاهز بطعم جوز الهند من دريم، بيكون جاي جاهز فيه كل حاجه زي الكيك شيف والفانيليا والسكر، كل حاجه. يا دوب بنحط الخليط وبننزل عليه ب3 بيضات مع كوبايه الا ربع من الحليب وكوبايه الا ربع من الزبده المذابه، ونقلب كل المكونات بتاعتنا لمده دقيقتين. هيطلع معانا خليط الكيك، مفيش اسهل من كده. نصبه في الصينيه المدهونه وندخله في نص الفرن لمده 20 دقيقه، هيطلع معانا احلى كيك. استعملت 3 عبوات من جيل البطيخ من دريم. طبعا الصيف ما ينفعش من غير جيل دريم لانه حلو وسهل وسريع ولذيذ، والاطفال والكبار بيحبوه. في منه 11 طعم مختلفين، منهم 3 ميكسات زائد عبوه التوفير بطعم الفراوله. انا بحب طعم البطيخ منهم فاستعملته في الوصفه دي. استعملت 3 عبوات وعليهم 3 كوبايات كبار من الميه السخنه، قلبتهم الاول مع بعض وبعد كده نزلت عليهم ب3 كوبايات من الميه البارده، وبس كده. هي دي طريقه عمل الجيلي، مفيش اسهل من كده. طبعا لو عاوزين سكر زياده تقدروا تضيفوا براحتكم. شوفوا بقى شكل الكيك بعد ما خرج من الفرن، وبنتاكد من التسويه بتاعته. طبعا كله تمام، سبته لحد ما يبرد خالص. بدات اقطعه لمكعبات صغيره وجبت الكبات علشان نحط فيها المكعبات الكيك الجميله. شايفين الجمال ما شاء الله، وهشه مفيش فيها فراغات وجميله جدا. ودي هتكون اول طبقه، طعمها هيبقى حلو جدا، خصوصا بقى لما نسقيها كمان بجيل البطيخ. ايوه جربوها دي، لما بتبرد في التلاجة بيبقى طعمها حكايه. تعالوا نجهز يلا الكاسترد. نص لتر من الحليب البارد، نزلت بمعلقتين كبار من السكر وعليهم 3 معالق كبار من الكاسترد. قلبتهم على البارد الاول وبعد كده شغلت الحراره لحد ما لونهم يكون اصفر وجميل معانا وقوامهم هيتقل. في المرحله دي كمان بقى تقدروا تضيفوا قشطه بلدي لو متاح عندكم، هتديلكوا تيست قوي وقوام كريمي اكتر. جربوها في الكاسترد. نصبهم على طول على قطع الكيك بتاعتنا. شايفين الجمال ما شاء الله، هو ده اللي احنا عاوزينه. هنا بقى مهم ان الكاسترد يبرد خالص خالص علشان نقدر نصب عليه جيل البطيخ بتاعنا الجميل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، علشان يكون متناسق وشكله حلو وما يقعش مننا تحت ويطلع بالشكل الجميل ده. اكتبوا لي في التعليقات مين بيحب يعمله كده في الصيف. انا عارف ان في ناس كتير بتحب تعمله بالطريقه دي. على قد ما هو سهل يا جماعه فعلا، بس بجد طعمه بيكون حلو جدا وبيرطب في الحر. فبنصحكم جدا ان انتوا تجربوا معاه الكيك كمان، لان بيبقى طعمه حلو قوي. بعد 3 ساعات تقريبا في التلاجة الجيلي بقى متماسك وشكله حلو، وشايفين الطبقات وجمالها ما شاء الله. تيجوا اقول لكم على لعبه حلوه تعملوها بعد ما تعملوا الكبات دي. جمعوا اولادكم معاكم، واللي يقول فيهم جلجلت الجيلي فتجلجل وجلجلني 3 مرات ورا بعض هو ده اللي هيكسب وياخد الكب ويستمتع بطعمه الجميل. وهستنى تعملوا لي منشن ونشوف مين اللي كسب الكبات الحلوه. بحبكم جدا وشكرا ليكم على وقتكم ومشاهدتكم. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اعمل لكم وصفات حلوه كتير. تحياتي ليكم.